سواء كنتي عايش في تركيا او برا ديال تركيا، هذا الفيديو غتستافد منه بزاف ديال الحاجات. كنصحك تتبع معايا حتى الاخر، ولا شفتي شي حاجه ناقصه ما تنساش تكتبها لي في كومونتير. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نجاوبوا على واحد السؤال مهم بزاف. هذا السؤال هذا اللي بزاف منكم كيتسناو الاجابه ديالو، اللي هو واش مازال كاين ميدار في تركيا. وباش نجاوب على هذا السؤال جمعت كم هائل من المعلومات على تاريخ الاقتصاد التركي، ومعلومات على الاقتصاد الحالي، ومعلومات على الرؤيه المستقبليه للحكومه. هادشي كامل بريسيتو مزيان وحطيته لكم في هذا الفيديو. لذلك التحليل ديالنا غادي يعتمد على ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى غادي نعتمدوا على التقارير السنويه اللي كينشرها المنتدى الاقتصادي العالمي، واللي فيه جميع الاحصائيات بالارقام المضبوطه للتصنيف الاقتصادي ديال كل دوله في العالم. هكا غادي نقدروا ناخذوا فكره عامه على الاداء الاقتصادي التركي في السنوات الاخيره. ثاني حاجه الاحداث والوقائع الحاليه اللي كتعيشها تركيا اعتمادا على المؤشرات الاقتصاديه. ثالث حاجه غادي نسردوا الرؤيه المستقبليه الوارده من طرف الحكومه، وغادي نقارنوها بالرؤيه المستقبليه الرقميه باعتماد خوارزميه التراجع الخطي اللي هي لينير ريجريشن الجوريثم، ونديروا مقارنه بيناتهم باش نخرجوا بواحد الجواب اللي هو كافي وشافي وصافي. ما فهمتوا والو ياك؟ هادشي علاش انا هنايا باش نبسط هادشي كامل مزيان. يلا بدينا، ليتس جو. اول حاجه اللي خاصنا نعرفوها قبل ما نجاوب على السؤال الكبير ديالنا، اشنو هما العناصر اللي كيتحكموا في الاقتصاد ديال اي دوله بصفه عامه؟ المؤشرات الاقتصاديه. طبعا المؤشرات الاقتصاديه فيهم بزاف ديال الانواع. المؤشرات اللي كيهمونا هما لي زانديكاتور باغ ديريكسيون ولا انديكيتورز باي دايركشن، اللي هما المؤشرات المتعلقه بالاتجاه. كيفاش؟ المؤشرات المتعلقه بالاتجاه هما واحد المؤشرات اللي كيمشيو مع الاتجاه ديال الاقتصاد ديال البلاد. هي الاقتصاد ديال البلاد كان طالع، هاد المؤشرات كاملين كيطلعوا معاه، ولا كان هابط المؤشرات كاملين كيهبطوا معاه. هادو كيتسموا البروسايكليكال انديكيتورز، يعني مؤشرات كيمشيو مع الحاله العامه ديال الاقتصاد ديال البلاد. الحاجه الثانيه المؤشرات اللي كيمشيو بعكس الاتجاه ديال حركه السوق ولا حركه الاقتصاد، هادو كيتسموا كونتر سايكليكال انديكيتورز، بحال مؤشر البطاله وبحال مؤشر الاجور. هادو ملي كيطلعوا في شي بلاد عرف بلي الاقتصاد ديالها ما هواش. المؤشرات الاخرين الاخيرين اللي هما الاي سايكليكال انديكيتورز، هادو مؤشرات اللي شبه دوريه محايده، ما عندهاش علاقه بالهبوط ولا بالطلوع ديال حركه الاقتصاد ديال البلاد، يعني مؤشرات محايده. واحد الحاجه راكم كتعرفوها وكتسمعوها كاملين، اللي هي تركيا 2023، اللي هي تركيا ديال 2023. اشنا هي تركيا ديال 2023؟ واش بصح كاين هذا البلان هذا ديال تركيا 2023؟ يعني تركيا غتبدل في 2023؟ وعلاش بالضبط هذه السنه هذه ديال 2023؟ علاش ما تكونش شي سنه اخرى؟ هذا البلان ديال 2023 كيرجع لواحد المعاهده اللي سميتها معاهده لوزان، اللي تسينات في 24 شهر 7 1923. دار واحد الاجتماع ما بين الدول اللي ربحات والدول اللي خسرات في الحرب العالميه الاولى باش يتفقوا على السلم والسلام. النتيجه كانت كالتالي: المانيا سينات في شهر 6 ديال 1919، موراها بلغاريا سينات في شهر 11 في 1919، وكاع الدول الاخرين بالتتالي الا الدوله العثمانيه اللي ما سيناتش حتى سنه 1920 شهر 8 في 1920، يعني تقريبا من بعد عام. الدوله العثمانيه غادي تسيني على واحد المعاهده اخرى اللي سميتها معاهده سافر، اللي وقعتها مع دول الحلفاء الاربع اللي غلبوهم في الحرب العالميه الاولى. وكانت النتيجه ديالها ان الدوله العثمانيه غادي تسمح في اجزاء من الاراضي ديالها لصالح الدول الاربع اللي هما فرنسا وانجلترا واليونان وايطاليا. طبعا هذه كانت خيانه من طرف المفوضين اللي بعثتهم الدوله العثمانيه باش يحضروا في هذا الاجتماع هذا، وطبعا كجزاء لهم مباشره بعد العوده ديالهم للاراضي التركيه تم الاعدام ديالهم. ولكن لحسن الحظ ان هذه المعاهده هذه ما صدقاتش عليها حتى شي دوله من غير اليونان، وبقات معلقه هكاك حتى ل 1922 بالضبط. في 18 شهر 9 1922 غادي ينوضوا دول الحلف وغادي يعيطوا على تركيا باش تشارك معهم في مؤتمر السلام اللي دار في لوزان. مع الاسف دار الاجتماع الاول وما اتفقوش، وقرروا انهم يعاودوا اجتماع اخر في 1923، وبقاو المفاوضات مستمرين حتى لشهر 7 1923. والنتيجه هي اتفقوا باش يسينيو معاهده لوزان اللي دخلت حيز التنفيذ وبدات في 6 شهر 8 1924، وتم قبول حدود تركيا السوريه اللي حددتهم فرنسا. هذه المعاهده هذه لا تحتوي على اي تاريخ ديال انتهاء الصلاحيه ديالها، اللي بزاف ديال الناس كيزعموا او كيمشيو غالطين على اساس ان بسبب هذه المعاهده هذه تركيا ما قادراش انها تخرج الثروات ديالها وما قادراش تستافد من الثروات اللي عندها في البلاد، او باللي خاصهم يتسناو حتى 2023 عاد يخرجوا هذه
الثروات هذه. اجيو دابا نعرفوا الوضع الحالي ديال الاقتصاد في تركيا، ولكن قبل ما نبداو خصنا نعرفوا هو الاول القصه علاش انهارت الليره التركيه. هذا الحدث هو نتيجه ديال واحد القرار اللي خداته الحكومه في اخر اجتماع دار في سنه 2021 ديال البنك المركزي التركي، اللي خرج بقرار باش ينقص نسبه الفائده ويرجعها من 2 ديال الارقام الى رقم واحد فقط، اللي هي مثلا الرقم الا كان 21% الحكومه بغات ترجعو لرقم واحد بحال 9% 8%، المهم قل من 2 ارقام، قل من 10%، او ان امكن حتى للصفر. هذا الشيء اللي خلق واحد الفزع كبير وواحد الهلع بين الشعب، بين المواطنين. مباشره بعد هذا القرار الناس كامله مشات كتجري باش تصرف ديك الليره اللي عندها باش تحافظ على القيمه ديال دوك الفلوس اللي عنده، اللي يحول بالدولار، اللي يحول للذهب. المهم ما خصهمش يبقاو محافظين على الليره، لان الليره غادي تفقد القيمه ديالها. المعنى ديال هذا القرار هو ان الناس او الشركات ما غيبقاوش يزعموا انهم يستثمروا او لا يحطوا فلوسهم في البنوك، يستوكيو فلوسهم في البنك او يجمدوهم باش يستافدوا من ديك الفائده، لان الفائده غادا وكتقلال. ما عنديش داعي انني نخلي فلوسي في البنك. كل ما كانت الفائده ناقصه في البنوك الناس كيتراجعوا باش يحطوا فلوسهم في البنك. فملي كيشوف هو الفائده قليله تيقول علاش انا غادي نحط فلوسي. لذلك اش كيدير؟ كياخذ فلوسه تيحولهم للدولار او يمشي كيستثمرهم في شي بلاصه اخرى، او ممكن انه يخرج فلوسه على برا. هنايا فين غادي خصني نوقف ونشرح لكم واحد القضيه اللي مبني عليها الاقتصاد التركي كامل. هما 2 ديال الجمعيات، وحده سميتها توسياد وحده سميتها موسياد. وشنو الفرق بيناتهم؟ خليكم معايا. توسياد هو اختصار ديال كلمه جمعيه الصناعيين ورجال الاعمال الاتراك. هي جمعيه غير ربحيه دارت في 1971، دارت من طرف 12 رجل اعمال من كبار رجال اعمال تركيا تحت شعار العلمانيه والانفتاح التجاري. هاد الناس هما اللي كانوا مستولين ديك الساعات على البنوك وعلى المؤسسات الاعلاميه وعلى الجامعات وعلى التصدير، على التصنيع، على كل شيء. بعدها ب19 العام رجال الاعمال المؤسسات والمقاولات الصغيره حسوا بواحد الحقره، بواحد النقص من الاحتكار ديال توسياد، وقالوا علاش لا حتى حنا ما نأسسوش واحد الجمعيه، ما نديروش ديالنا. وفعلا داروا واحد الجمعيه اللي سموها موسياد، اللي هي اختصار ديال جمعيه الصناعيين ورجال الاعمال المستقلين. ولكن هاد الجمعيه هذه دارت بمعايير اسلاميه، وهما اللي كانوا شادين الزراعه ومقاولات الصغرى والمعادن. هذه الجمعيه هذه ما تاسستش حتى لسنه 2003 تزامنا مع صعود حزب العداله والتنميه بقياده الرئيس رجب طيب اردوغان، اللي كان كيدعمهم بشكل مستمر وكيحضر الاجتماعات ديالهم وعطاهم اولويه للترشح للبرلمان، بعكس الجمعيه ديال توسياد اللي كان ديما معارضه وكان ديما كتنتقد السياسه ديالو وحتى هو ما كانش كيحمل. علاش؟ لان اردوغان قال لك باللي هذه الجمعيه ديال توسياد هما اللي كانوا مدعمين الانقلاب اللي وقع في سنه 1997. ومن نهار شد منصب رئيس الحكومه بدا كيدير الصابونه الافراد جمعيه توسياد واحد ويطلع صحابه بلاصتهم اللي هما من توسياد. ولكن رغم ذلك لحد الان افراد جمعيه توسياد هما اللي مسيطرين على 85% ديال التجاره الخارجيه ديال البلاد و50% من الناتج المحلي. يعني مازال عندهم نفوذ وقوه اقتصاديه كبيره عندهم في داخل البلاد. هذا الشيء كيعني ان اردوغان عايش وسط 2 ديال التحديات، التحدي اللي منوضينها عليه هذه الجمعيه هذه ديال توسياد والتحديات والعراقيل اللي كتجيه من على برا. تقريبا في الاواخر ديال شهر 12 الليره دارت واحد لاشوت اللي كبيره بزاف. الدولار كان 9 الليرات بحال هكاك، في واحد 2 دقائق نزلات من 9 الليرات حتى ل 18 الليره. كلشي مشى تيصرف فلوسو، يعني ما بقاتش الثقه في الليره. بنادم مشى تيجري كيحول الليره للدولار باش يحافظ على القيمه ديال الفلوس. اجيو نفهموا هذا القرار ديال تخفيض الفائده شنو كاين. الفائده اون جينيرال كتقسم على 2 اقسام، كاين الفائده السياسيه ان صح التعبير وكاينه الفائده السوقيه. شنو الفرق بيناتهم؟ الفائده السياسيه هي واحد الفائده اللي كياخذها البنك المركزي من البنوك الفرعيه، يعني البنوك العاديه. البنك المركزي هو داك البنك ديال الدوله، البنك الكبير ديال الدوله اللي يعني اللي كيفرق الفلوس على البنوك الاخرين. دابا هذا البنك هذا الكبير باش يعطي فلوس للبنوك الاخرى ما كيعطيهمش فلوس غير هكاك، ضروري كيعطيهم فلوس بواحد النسبه معينه. انا نعطيك قدا ناخذ معاك نسبه معينه. هاد النسبه هي اللي باغيين ينقصوا منها. يعني البنوك غيوليو ياخذوا فلوس بدون فائده، ياخذوهم مباشره من الدوله بدون فائده.
فهاد الشيء راه الشعب ما كيستافد منه والو، بل بالعكس ان الشعب هو اللي واكل الدق في هذه النقطه هذه. اجيو نشرحوا هذه القضيه اكثر. قلنا كاين جوج ديال الفوائد، الفائده السياسيه اللي هي هذه اللي شرحنا دابا، والفائده السوقيه. الفائده السوقيه هي الفائده اللي كتخاد من الفرد او لا اللي كتخاد من الشركات، بمعنى انني انا مشيت نتسلف من البنكه واحد القدر معين، هذيك الفائده ديال السلف اللي غادي ياخذوا مني، هذيك هي الفائده الفرديه. والفائده ديال الشركات تقترض واحد المبلغ معين من البنوك، ديك الفائده اللي كتاخذها البنكه من الشركه مقابل داك القرض اللي عطاتها، هذه هي الفائده السوقيه للشركه. في شهر 9 ديال 2021 كانت فائده البنك المركزي 19%. بالمناسبه هذا القرار ديال الفائده كيدار عليه اجتماع كل شهر، كل 21 في الشهر كيدار عليه اجتماع، وكيقرروا ديك الساعه واش ينقصوا ولا يخليوها ثابته. يعني غالبا ما كيزيدوش، لان الهدف ديالهم ولا السياسه ديالهم هي انهم ينقصوا من هذه الفائده. فبدات من شهر 9 في 2021 بدات في 19%. دابا حاليا واقفه في 9%، نزلوها حتى ل 9%. هذه الفائده ديال البنك المركزي، في حين ان الفائده الفرديه يعني انت الا مشيتي باش تسلف فلوس وياخذوا البنكه تاخذ منك فائده على داك القرض اللي انت تسلفتي. شحال كانت وشحال ولات؟ كانت في شهر 9 في نفس التاريخ شهر 9 في 2019 2021 18 ما بين 18 حتى ل 20% على حسب المبلغ، وحاليا كتراوح ما بين 28 حتى ل 26%. يعني الفائده تزادت على المواطن، فهمتوني؟ تزادت ماشي نقصات. داكشي علاش قلت لكم قبيله باللي الشعب ما مستفد من هذه الفائده، نقص الفائده مستفد منها والو. الحاجه الثانيه، الشركات اللي كانوا كيتسلفوا في شهر 9 في 2021 كانوا كيتسلفوا فلوس، كانوا كيتسلفوهم فائده ديال 20%. دابا حاليا شحال ولات؟ ما بين 35% حتى 40% على حسب المبلغ. والدوله الا احتاجت شي قرض باش تاخذه، الدوله يعني الا احتاجت فلوس باش تاخذها من البنك الدولي اللي هو البنك اللي كيسلف للدول، طلعات الفائده ديالو من 17% حتى ل 23%. هادشي اشنو معناه؟ معناه ان البنك الدولي ما تايقش في الاقتصاد التركي. داكشي علاش كيسلفوا بواحد الفائده كبيره. انا غادي نعطيك فلوس، بحال شي واحد مثلا ما تايقش فيه ما غاديش تسلف واحد الكميه كبيره، غتسلفوها غير شويه لان ما تايقش فيه، ممكن يرد لك ممكن ما يردش لك. ولكن واحد انت تايق فيه 100% باللي راه غادي يرد لك فلوسك، شحال ما طلب منك غادي تعطيه. نفس الشيء بالنسبه للدول، ملي كتطلب الدوله، كل دوله عندها نقاط. هادشي راه هضر عليه سوينغا بالتفصيل، انا نخلي لكم الرابط ديالو الفوق، اللي بغى يتفرج في الحلقه شرح داك الشيء بالديتاي، اللي بغى يفهم بالتفصيل اللي بغى يفهم اكثر يمشي يتفرج في هذا الفيديو هذا، وديك الساعه يجي يكمل هذا الفيديو. شنو عطانا هذا القرار هذا اللي دارت الحكومه؟ شنو هما النتائج؟ اولا فائده تزادت على الفرد وعلى الشركات. ثاني حاجه الانفلاسيون تزادت، يعني القدره الشرائيه نقصات والمعيشه غلات. ثالث حاجه القيمه ديال العمله طاحت. وهاد العوامل هادو كاملين كيشكلوا خطر على الاقتصاد التركي. وغادي نقول لكم اشنو هما الاستراتيجيات اللي واخده الحكومه، يعني الاستراتيجيات المستقبليه اللي باغيين يطبقوا في المستقبل باش يعتقوا الموقف ويعتقوا الاقتصاد التركي ويعاودوا ينموه من جديد. داكشي علاش قلت لكم خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تفهم، حيت هاد الاحداث متسلسله ما يمكنش تفهم حاجه الا ما فهمتيش حاجه اللي قبل منها. طبعا الدوله ملي شافت الناس بداو كيتجاراو ويصرفوا فلوس ويعتقوا الليره ديالهم ويعتقوا فلوسهم ويعتقوا كذا، السي اردوغان خاصو يخرج باش يهضر مع الشعب ديالو ويطمئنهم ويعطوهم واحد شويه ديال الوخا بصيص امل، ويخبرهم على الرؤيه ديالو ولا على السياسه ديالو كيفاش غادا، باش الناس تفهم معاه ويمشي معاه في التفكير ديالو، باش الناس ما تفهمش غلط. كاينين اللي استغلوا هذا الشيء ضد السياسه ديال اردوغان، الناس اللي كانوا كيتسناو هذه الفرصه هذه باش يطيحوا بالسياسه ديال اردوغان، اللي بينهم هذه الجمعيه ديال توصيات اللي اصلا كانت معارضه للسياسه وكانت منتقده للسياسه ديال اردوغان. فاشنا هي التهمه اللي وجهها لهم اردوغان؟ قال باللي هاد الناس هادو رجال الاعمال اللي كاينين في هذه الجمعيه هذه ضخوا فلوس كبيره في الدوفيز، في الدولار، يعني تصرفوا فلوسهم كاملين وخرجوهم على برا ديال تركيا. هادشي اللي خلى الليره تطيح اكثر مباشره من بعد ما خرج هذا القرار ديال تخفيض الفائده. يعني هاد الناس هادو غير بانت لهم فرصه فين يضربوا الصوره ديالو، فين يطيحوا به، مشاو ديريكتومون داروا اللازم. طبعا اردوغان ما تسلطاتش ليه وتوعدهم بوعودات، قال لهم ما غاديش نتفاكوا ما غاديش نتعارك معكم. بدا اردوغان تيخرج قرارات استعجاليه يعني باش تعتق الموقف، وبدا بالشركات المصدره. شنو قال للشركات؟ قال لهم اي شركه صدرات واحد السلعه معينه، دوك الفلوس اللي خدات 25% ديال دوك الفلوس غادي تصرفوه بالليره. الا مثلا
واحد الشركه اكس باعت 100,000 دولار ديال السلعه، غادي خصها تصرف 25,000 دولار كلها ليره تركيه، تدخلها في البنوك باش تنتعش الليره وترجع القوه ديالها. من بعد ديك 25% طلعتها تاني الحكومه ل 40%. هنا غادي يجي الدور ديال وكاله التنظيم والرقابه المصرفيه، اللي هي بانكا جالك دوزان لما في دانت لاما كورومو، اللي تاسست في سنه 1999، وهي واحد الوكاله مستقله كتحمي الموثوقيه والاستقرار ديال الاسواق الماليه وكتضمن حمايه ديال حقوق المستهلك في نفس الوقت. هاد الوكاله هذه قالت للشركات باش نبقاو محافظين على العمله ديالنا مقابل الدولار او مقابل العملات الاخرين، غادي خصكم تعاونوا معنا وتصبروا معنا شويه. لذلك خرجوا هذا القرار هذا اللي تيقول اي شركه عندها في الحساب ديالها فوق 900,000 دولار غير خصها تصرف ديك الزياده. يعني مثلا 900,000 دولار اللي هي 900 مليون مغربيه، الشركه مثلا عندها مليون دولار غير خصها تصرف 100,000 دولار بالليره التركيه، وحاطه لهم شرط اللي ما بغاش يصرف داكشي اللي عنده فوق 900,000 دولار ما غياخدش الكريدي ما كاينش. طبعا هاد الطريقه هذه عندها واحد التاثير فعال، ولكن في المدى القصير ايوا والمدى البعيد شنو غنديروا فيه؟ يعني هادشي ما خدامش، خاصنا حل اخر. واجي نقول لكم علاش هاد الطريقه هذه ما خداماش. تخيلوا معايا الشركات كاملين داروا بهذا القرار هذا، وفعلا اللي عنده فوق 900,000 دولار كيمشي كيصرف داكشي اللي فوق 900,000 دولار، ما كاين حتى شي مشكل. واش هاد الشركات هادو ما غاديش يحتاجوا فلوس من بعد باش يشريو عاوتاني سلعه اخرى؟ اشنو غيدير؟ غيخصو عاوتاني يصرف من جديد. يعني هو كيصرف الدولار ديالو اللي فوق 900,000 دولار كيصرفوا بالليره، وملي كيحتاجوا يعاودوا عاوتاني يصرفوا. هو اللي يعني الخساره راه عليه، هو اللي تيخسر داك الفرق ديال اللي تيقولوا له السبريد، الفرق ما بين البيع والشراء ديال الدوفيز. شنو انا غنستافد الا صرفت وعاودت عاوتاني صرفت، الا بعت وشريت ثاني؟ ما عندها حتى شي فائده بالنسبه ليا كشركه. لذلك راه كنساهم في انعاش الليره ملي كنصرف دولار لليره، ولكن نهار فاش غنحتاج عاوتاني باش نشري السلعه من على برا غيخصني نصرف الدولار، وغادي خصني عاوتاني نصرف دوك الفلوس. ملي غادي نعاود عاوتاني نشري الدولار من جديد غادي نصدق عاوتاني بحال حيدت عاوتاني ديك القوه اللي كنت عطيت لديك الليره، غادي تعاود عاوتاني طيح. وهكذا حنايا كنبقاو في واحد المنحنى اللي هو تذبذبي. يعني هذا ماشي حل. ولكن مباشره ملي عرفوا هذا المشكل كاين تدخلت عاوتاني الحكومه وقالت للناس كاملين، قالت لهم شوفوا يا الناس، انا جبت لكم حل سحري ثاني، اللي هو اللي صرف الدولار اللي عنده، واخا يعني بشكل من الاشكال هبطت الليره، الدوله غادي تعطيك داك الفرق باش هبطات الليره. نعطيكم مثال، الدولار مثلا كيسوى 10 دراهم، انت ما بغيتيش الدرهم، بغيتي الدولار، مشيتي شريتي دولار، جيت عندك انا الحكومه قلت لك شوف صرف داك الدولار اللي عندك، صرف داك دولار وخذ الدرهم، وإلا جاب الله نقصات القيمه ديال الدرهم انا غادي نعوضك في داك الفرق. بمعنى انه داك الدولار صرفتيه يعطيك 10 دراهم، ومع المده الدرهم نقصت له القيمه، بمعنى انه ما بقاتش مسلكك 10 دراهم باش تشري بها الدولار، خصك دابا 11 درهم باش تشري داك الدولار. هنا الدوله كتدخل وكتعوضك في داك الدرهم اللي خسرتي وكتعطيه لك. هادشي بالنسبه للدرهم. وتخيل معايا الناس اللي عندهم ملايين وملايير وكذا وكذا، شحال قد الدوله انها تخلص هاد الناس، تعوضهم في داك الفروقات. يعني كم هائل ديال الفلوس. ومنين غيجيبوا هاد الفلوس كيجيبوهم من الخزينه العامه ديال الدوله، وهاد الخزينه العامه الفلوس ديال من فيها؟ ديال الشعب. يعني دار تجي فيك نتايا. راه شي حل اخر، هادشي ما خدامش. الناس قالوا ماشي مشكل، بنادم مشى دخل وبدا كيصرف الدولار ديالو الليره، بدات كتنتعش ثاني الليره. ولكن ملي عرفوا هذا البلان هذا راه ما خدامش، رجعات عاوتاني حكايه. يعني في واحد الفتره عشنا هنايا واحد الفتره ديال البيرتورباسيون، يعني كانت واحد الستورم، واحد العاصفه اقتصاديه، يعني بنادم تالف، الحكومه حتى هي تلفات، ما عرفتش كيفاش غادي تجيري هذا المشكل هذا. روينه ديال بصح. دابا الحمد لله مازال راه كاين شويه ديال بصيص امل، يعني مازال تقادت شويه الامور وغادا وكتحسن. انا جيكم الهضره باش ما نحرقوش الفيلم. وتخيلوا معايا انا مثلا شركه كنصنع الصبابط، وكيخصني كنستورد الجلد من دوله معينه. الجلد باش نستوردو باش نخلص السلعه الماده الخام كيخصني الدولار. انت كتقول لي صرف داك الدولار اللي عندك صرفو ليره، هاني صرفت ليره غير خصني ثاني دولار.
داك الدولار نعاودو نصرفوه نعاودو نشريوه. شريت عاوتاني داك الدولار، هاني وقعت في واحد الضياع ديال داك السبريد، يعني داك ديال بيع وشري. راه ما كتبيعش بنفس الثمن وما كتشريش بنفس الثمن، كاين واحد الفرق. داك الفرق انا اللي كنضيع فيه، انا كشركه. الدوله اش كتقول لك؟ الدوله كتقول لك شوف الشركه، باش ما نوقعوش بحال هاد المشاكل خاصك تشري سلعه بزايد. يعني مثلا الا كنتي كتشري مثلا 100 طن في العام، خصك تشري من دابا تشري 200. يعني بهذه الطريقه هذه ما كنحافظوش على القيمه ديال، بالعكس يعني كنزيدوا نغرقوها. هذه من جهه. والحاجه الثانيه هو ان هنا كنطيحوا في العجز، الميزان التجاري، بمعنى ان الواردات ديالنا كيكونوا اكثر من الصادرات. ثغره اخرى اللي يقدروا يستغلوها مثلا الشركات، اللي هي مثلا ان الشركه تقدر دير الفرع ديالها مثلا في بلاد اخرى مثلا، وكتقدر تصدر راسها. هكا كتقدر تخرج الدولار من البلاد سميتو لصالحها في بلاد اخرى. يعني ان هاد الطريقه هذه اللي او هذا الاقتراح اللي اتجهت ليه الدوله ماشي حل انجع، يعني ما عندوش فعاليه للمدى الطويل. هادشي كله غير بحال الفاصمات، يعني حاجه اللي غير تسلك بها لواحد المده قصيره دغيا غيبان اللعيب ديالها. دونك هادشي ما عندوش شي فعاليه للمدى البعيد.